يا دكتور انا كل ما اغسل اسناني لثتي تجيب دم. تعال اقول لك تعمل ايه عشان ده ما يحصلش معاك. اول حاجه لازم اسالك سؤال، هو انت فعلا بتغسل اسنانك بصوره منتظمه كل يوم؟ والله يا دكتور مش كل يوم، يعني مش بصوره منتظمه، والله ممكن مره او مرتين في الاسبوع. ده السيناريو اللي بيعدي على دكتور الاسنان كل يوم. فين المشكله وايه اللي بيحصل؟ لازم نبقى عارفين ان احنا كلنا بقنا مليان بكتيريا بصوره كبيره. ايه ده يا دكتور انا بقي مليان بكتيريا؟ مش انت بس، كلنا. عشان كده لازم نهتم باستعمال الفرشه والمعجون بانتظام مرتين بينهم 12 ساعه. اشمعنى يعني 12 ساعه؟ لان مفعول الفرشه والمعجون بيستمر على البكتيريا لمده 12 ساعه، بعد كده البكتيريا بتنشط وترجع تشتغل تاني بتاثيرها السلبي على اللثه والاسنان. يا دكتور يعني انت عايز تقول لي ان انا لو غسلت اسناني بالفرشه والمعجون بانتظام الدم هيقف؟ ان شاء الله بصوره كبيره الدم هيقف، بس اهم حاجه تغسل بصوره منتظمه بالطريقه الصحيحه كل يوم. يا دكتور انت كل شويه تقول لي الطريقه الصحيحه الطريقه الصحيحه، هي ايه الطريقه الصحيحه دي؟ معظمنا لما بيجي يغسل اسنانه بيغسلها بطريقه رايح جاي رايح جاي وهكذا، واللي تحت بيغسلها بالطريقه دي. طب يا دكتور يعني هو كده مش بينظف؟ هو كده مشكلته ان هو بينقل الاكل من السطح ده يوديه للسطح اللي هناك، وينقله مثلا من هنا كده ويوديه هناك. بس مش هو ده اللي انا عايزه، انا عايز اشيل الاكل واطلعه لبره خالص، اطلعه بره سطح الاسنان. طيب هي ايه المشكله؟ المشكله ان انا عشان اعمل كده لازم استخدم الفرشه بطريقه الكنس، ان انا لازم اكنس الاكل من على سطح الاسنان هكذا هكذا، الاسنان السفليه هكذا. المفروض ان كل جزء من الاسنان ياخد 10 مرات، وبعدين من جوه ومن هنا من قدام بغسل دي كده. انت لو غسلت بالطريقه دي يبقى انت كنست كل الاكل وطلعته لبره. الفكره ببساطه لو كبرنا حجم الاسنان شويه عشان اوريك، لو دي اللثه مثلا ودي الفرشه، وبدات من اللثه وطلعت على الاسنان، هتلاقي الفرشه بص بتخش بين الاسنان تطلع اي بقايا، تخش بين الاسنان بص كده. لو دي الاسنان العلويه هيبقى نفس الطريقه كده. طيب ايه الفكره في كده؟ الفكره ان انا عايز انظف المثلث ده. المثلث ده اكتر جزء بيجمع بقايا اكل وبيكون جير عند الناس، وبالتالي بيعمل لي التهابات في اللثه بصوره كبيره. عشان كده استخدامنا للفرشه بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها دي هيخلي فرصه ان يتكون اكل او يجمع اكل في المنطقه دي بصوره قليله جدا. اخر نقطتين عايز اوضحهم لك، ان لازم غسيل الاسنان يستمر من دقيقتين لثلاثة. لو انت غسلت اقل من كده في الغالب انت سايب بقايا اكل ما اتشالتش، المفروض كنت تشيلها. تاني حاجة، الفرشة لازم ما تستمرش عليها اكتر من شهرين، خصوصا لو كانت الشعيرات بتاعتها بدأت تتقلب لبره، يبقى لازم تتغير حتى لو ما كملتش الشهرين. ويفضل الفرشة اللي انت بتستخدمها تكون من نوع الفرشة الناعمة، ولا يفضل ان تكون الفرشه المتوسطه او الفرشه الخشنه. ليه؟ عشان الفرشه الناعمه بتكون بتعمل مساج للثه من غير ما تعورها او تجرحها او تعمل فيها اي مشاكل، لان الفرشه الخشنه للاسف بتاثر على اللثه واحيانا بتعمل لها تراجع. كان معاكم دكتور عبد الرحمن سويلة.